مرحبا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح شارك معكم روتين للعناية بالنفس ليلي يلي بيساعد بالاسترخاء والتخلص من التوتر بعد يوم طويل ومليء بالأشغال. وكمان الاهتمام بالنفس مو مجرد روتين طبعا، بس هو لحظة بيخصص الشخص للعناية بجسمه وعقله وروحه. لهيك بهذا الفيديو رح يكون كتير ممتع وكتير مفيد للناس يلي ما بتعرف تنظم وقتها بالليل. وهذا الفيديو رح يخليه عندكم روتين منظم ليلي بفيدكم وبفيد روتين العناية بالنفس. لا تنسوا تشتركوا بالقناة قبل ما نبدأ بالفيديو حتى تكبر عائلتنا، وتحطوا لي لايك وتعليق لطيف بشجعني حتى أكمل. وبس بلا مقدمات طويلة خلونا نبدأ. وهلأ طبعا قبل كل شي اختاري وقت بالمساء لما بيكون فيك تسترخي من دون أي انشغالات أو تشتت، وهذا الوقت بعد العشاء مثالي حتى تجنبي التوتر مرتبط بالعمل أو الدراسة. وانتي بتكوني بقلب النهار كله ساويتي طبعا وظايفك، ساويتي كل شي بيتعلق بالعمل والدراسة، وبتجي لآخر الليل ما عندك شي، مخلصة يومك مخلصة مهامك، بعد كل المشتتات عن طريقك. بيحتاج العقل للابتعاد عن أي مشتتات بتفقده القدرة على التركيز أو بتعمل على زيادة معدل تركيزه ونشاطه قبل النوم. لهيك بينبغي البعد عن استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الآيباد أو الهواتف المحمولة بعديهم كلهم، وخلي هذا الوقت من اليوم مخصص إليك وللعناية بالنفس. وهلأ اخفي الأضواء الزاهية واستخدمي إضاءة خافتة لتهدئي جو. اختاري موسيقى هادية أو طبيعية للمساعدة بتهدئة الأعصاب والاسترخاء. وطبعا هلا بننتقل لروتين العناية بالبشرة. أول شي إذا كنتي حاطة مكياج ازيلي المكياج بلطف من وشك، بعدين استخدمي منظف للوش بيساعد نوع بيناسب لون بشرتك لتنظيف البشرة بعمق. بعدين هلأ لازم تقشري بشرتك باستخدام منتج تقشير انتي متعودة عليه، بيساعدك بإزالة الخلايا الميتة وتحسين ملمس البشرة. وهلأ الخطوة الثالثة وهي تطبيق القناع. تختاري قناع مناسب لنوع بشرتك سواء كان مرطب أو منقي أو بيضيء الوش، وضعيه على بشرتك لمدة معينة وفقا لتعليمات الاستخدام الموجودة عليه. وهلأ نجي للبشرة المحيطة بالعين. استخدمي كريم للعين مناسب لمنطقة العين للمساعدة بترطيب وتغذية هاي المنطقة الحساسة. طب إيه المرطب؟ حتى مرطب بيناسب نوع بشرتك لترطيبها وتغذيتها. وهيك بنكون خلصنا روتين العناية بالبشرة. وهلأ وقت الاسترخاء بهدوء، قومي بالأنشطة مهدئة مثل وبعد ما خلصنا روتين العناية بالبشرة هلأ لازم تجلسي بمكان هادي ومريح فيك تفكري فيه وتتأملي بشو ما بدك بدون تشتيت وبدون انزعاج. حضري اختاري نكهة بتساعدك بالاسترخاء، وحضري كوب ساخن من الشاي أو حتى مشروب ساخن مفضل إليك لزيادة الراحة. واختاري طبعا كتاب أو اختاري موسيقى هادية انتي بتحبيها أو كتاب بيساعدك بالاسترخاء والابتعاد عن ضغوط اليومية. وبعد هيك حددي وقت ثابت للذهاب إلى السرير والاستيقاظ كل يوم بنفس الوقت، وانشئي روتين محدد بيسبق النوم مثل تنظيف الأسنان، قراءة قصة هادئة، وبس. وهيك فيك تنامي برياحة. وهيك وبس، هاد كان هو فيديو اليوم. بتمنى انه هاي العادات تساعدك بتحسين جودة نومك وتعززك بشعورك بالراحة والاسترخاء بشكل عام. وإذا استفدتوا أنتم من الفيديو لا تنسوا تكتبوا رأيكم بالتعليقات، وإذا كان عندكم أي تعليق أو أي انتقاد أو أي شيء عن القناة لا تنسوا تكتبوه بالتعليقات. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا حبيتوه واستفدتوا منه. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.